السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ انتوا عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعرفكم ازاي نطلع المرارة من السمك، علشان اي سمك نجيبه ينفع يتشوي عادي من غير ما نكون خايفين من بطنه او ان هو يكون مر. انا دلوقتي هغسل معاكم السمك، وبعد ما هنغسله كويس جدا. نغسل خشاشين السمك كويس خالص عشان يبقى صحي لاولادنا. سيبكم من شغل المحلات وان انا اجيبه مشوي، لا احنا عاوزين نعمل كل حاجة في بيتنا عشان نضمن حياة افضل لعيالنا، وتكون كل حاجة صحية ان شاء الله. شوفوا انا بغسل خشين كويس خالص، بسلط عليها المية كويس. هنغسله كله الاول وبعد كده هوريكم ازاي نطلع المرارة منه. السمك ده هو كيلو. انا جايباه ب20 جنيه. السمك دلوقتي بدأ يعني يكون اسعاره كويسة شوية، بس هو ان شاء الله سمك جميل. يعني انا مش بجيب اي سمك كده، بحب اجيب السمك يكون كويس. شوفوا هو ما شاء الله ده فيه دهنة، ويعني سمين كويس خالص. يعني بصراحة الواحد لما بيجيب سمك يكون سمين كده وكويس بيستخسر ان هو يعمله مقلي، لان المفروض السمك المقلي يعني ما بيكونش، يعني تكون ان هو يكون سمك سمين. يعني السمك السمين ده بيبقى عاوز شوي افضل. السمك المشوي بيبقى اصلا صحي وجميل جدا، افضل صحيا من المقلي. دلوقتي هوريكم ازاي انا اطلع المرار. انا بضغط كده بصبعي، وبعد كده بضغط على بطن السمكة بتطلع المرارة، وبشيلها زي ما انا وريتكم كده زي ما انتوا شايفين. انا هعمل الكيلو معاكم كله عشان اوريكم تاني. عند غشاشين السمكة وبدقف صبعي، وبعد كده بضغط على بطن السمكة. اوقات بيطلع معايا الكبده الاول، كبده السمكه، واوقات بتطلع المراره الاول. في دي طلعت الكبده الاول، وبعدين هي طلعت المراره هشيلها وارميها. هعمل معاكم الباقي برضو عشان اوريكم. زي ما قلت لكم بحط صبعي مكان ورا تحت الخشاشين السمكيه، وبعد كده بضغط على بطن السمكه زي ما انتم شايفين. بعد كده بتطلع لي المراره برميها. نكمل الباقي معاكم عشان تشوفوه مره واتنين وتلاته. حط صبع تاني، بعد كده بضغط على بطن السمكه. مش تضغطي جامد يعني، لغايه ما بتطلع المرارة، وبقوم شايلها تاني. كمل برضو كله معاكم ان شاء الله عشان توصلكم بالظبط. حط صبع تاني بقى تحت الخشين كده، بعد كده بتطلع المرارة بشيلها. يا رب يكون وصلكم. على فكرة الطريقة دي جميلة جدا، خصوصا ان احنا في الصيف كمان ما بيبقاش السمك يعني حلو زي في الشتاء، وبتكون المرارة بتاعته كبيرة شوية وممكن تتفجر فيه وتخلي طعم السمك مر. حتى لو سمكة صغيرة زي اللي انا بعمل فيها دي ممكن تطلعي منها مرارتها عادي. اهي المرارة بتاعتها الصغيرة اهي وطلعت. انا كده خلصت اهو خلاص. هغسله تاني معاكم بعد انا ما طلعت المرارة. انا غسلت الاول راس السمكة كويس جدا، خشنها. ما ينفعش ان انت تجيبيها وما تغسليهاش، لازم أن تغسليها عشان يكون صحي. هصفيه كويس. انا مش هشويه دلوقتي، انا لسه دلوقتي جايه من السوق وجايباه. اغسله الاول، محطوش في التلاجة ابدا من غير ما اكون غسلاه، انا متعوده على كده. هجيب كيس بلاستيك عادي من بتاع التلاجة بتاعي واحط فيه السمك، لان لو انا سبته كده في الطبق بينشف، واجي احط عليها الرد عشان اشويه ما بيكونش حلو. هغسل الطبق تاني واقوم حطاه فيه عادي مفيش مشاكل، واحطه في التلاجة بعد ما لفيته بالكيس كويس. وكده خلاص بقى نشوي ان شاء الله، ويكون بألف هنا وشفا يا رب لكم وللجميع يا رب. واستنونا في حاجة جديدة ان شاء الله.